صباحو صباحو يا حلوين، كيفكن؟ شو أخباركن؟ كل عام وأنتو بألف خير وسعادة، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب العالمين. فيديو اليوم فيديو بياخد العقل كالعادة. اليوم حنورجيكم فيديو عطلة راس السنة كيف قضيتها. هالأماكن الحلوة والرائعة جدا، لا تستغربوا نحن بمدينة دنفر الجميلة دنفر. حبينا نعمل هالمرة سياحة داخلية بمدينة دنفر ونقضي عطلة راس السنة. فحجز لي ابن عمي أنا وياه بأوتيل بالداون تاون، وهلأ هون فوتتنا على الأوتيل لبين ما يخلصوا إجراءات والأوراق وتكون الغرفة جاهزة. أنا حبيت إني صور لكم الأوتيل من جوا، يعني هيك لقطات بسيطة. حبيت هيك شارككم الأماكن اللي أنا رحت عليها مؤخرا، وطبعا مخبيت لكم كمان فيديو مفاجأة، انتظروني. بس هلأ خلينا بفيديو اليوم. هذا اللابي تبع الأوتيل. هو لكون أنا صريحة معكم، أنا غيرت بمونتاج الفيديو. هذا كان آخر يوم، بس أنا قلت معلش لأنه ما صورت لكم إياه فحصور لكم إياه. نحن رحنا كرمال نقضي سهرة راس السنة بمكان حلو جميل بالداون تاون. بس يعني شو بدكم بوجهات هالراس مو ضروري أنا أصور كل شيء، يعني في شغلات أنا بحب إني هيك أحتفظ فيها ذكريات لنفسي. كان الطقس بارد كتير، ولكن يعني اللي ما بيعرف الطقس بكولورادو يعني حتى لو بينزل تلج أو مطر بيرجع الشمس وبتطلع. وهون مثل ما شايفين مكتوب دنفر. يعني سبحان الله، الواحد وين ما راح وين ما اجا ما بيلاقي أجمل من المدينة يلي هو قاعد فيها. يعني خاصة إذا كان بيعرفها، مستقر وضعه راكز ماشي حاله، بلاقيها حلوة. أنا يعني بفضل إني طالعة بحكي عن حالي. المهم قضينا كذا يوم بالداون تاون دنفر. طبعا قضيناها هيك اتفتلنا شوي بالداون تاون. عملنا هيك شوية نشاطات، شوية روحات، شوية جيات. يعني الواحد هيك تغيير جو عن جو البيت. طبعا الأوتيل فيه مطعم وفيه بار وفيه كافيه. فنحن هون كنا نحل كافيه، عم ورجيكم الكافيه. يوم اللي اجينا كان عجقة مو طبيعية، لدرجة انه قعدنا انتظرنا ساعتين باللابي لانه عم يعملوا عم يشيكوا على الغرف ونظافة الغرف. للصراحة يعني ما بدي انكر، الغرف كتير كانت مرتبة وحلوة، بس يعني ما كنت أنا كتير قدرانة. أول يوم وقت رحنا هيك كنت شوية مخستكة وتعبانة، فما صورت، ما صح لي إني صور، يعني ما حبيت للصراحة إني صور. ووقت اللي اجينا نحنا كانت الدنيا ليل، فاستغليت الفرصة إنه الدنيا كانت نهار، وهيك حبيت صور لكم شغلات شوية هيك، شوي من هون وشوي من هون. المهم لكل الأصدقاء واللي عم بيتابعوني، خبرونا كيف قضيتوا هالسنة الجديدة، وبتمنى يا رب إنها تكون هيك يعني بشاير مبلشة بشايرها من أول يوم. إن شاء الله يا رب تكون سنة خير وسعادة على الجميع، والكل إن شاء الله يحقق أمنياته، ويلي ما بيحققها بيحققها بعدين، يعني مو مشكلة على مهل. المهم إذا حدا هيك براسه شو بده يعمل نيو يير ريزوليوشن، يعني مصروع على الدنيا كالعادة. بتروحوا على أول يوم بالجيم بتلاقوا هالعالم فوق بعضها، يعني يا لطيف بتلاقيهم بينحمقوا من أول يوم، بتلاقي العالم كلها فوق بعض. بعدين هيك بكشوا شوي شوي، في ناس بتضل مضاينة، في ناس لا. يعني إن شاء الله أنا بدعي لرب العالمين الله يا رب يجعلنا من أهل التقى والإيمان أهم شيء، ويبعد عنا الحسد والمرض وولاد الحرام، ويهدينا ويهدي أولادنا، ويرزقنا رزقة حلال كبيرة يا رب. وهيك إن شاء الله يا رب بنفرح بأولادنا
ومنشوفهم بأعلى المراتب. يعني هذا اللي أنا ضل ببالي، وبدعي للجميع نفس الشيء يا رب. الله يحقق أمنياتنا وأمنياتكم جميعا يا رب. شو بتتمنوا؟ ما في شيء معين. أحيانا الواحد بيتمنى أشياء كتيرة، بس طبعا رب العالمين بحب العبد الصبور واللي بيشتغل واللي يعني بيعمل، مو بس بضل يعني هيك بيدعي ويا رب هيك ويا رب هيك. طبعا الدعاء مطلوب، ولكن العمل قبل الدعاء. المهم هذا الأوتيل من التراس من فوق كمان لقيت لقطة كتير عجبتني، وكتير لقيتها حلوة بين الداون تاون من تحت بلقطة بانورامية بتاخد العقل. المهم مو آخر يوم، لا والله تاني يوم الحفلة كنا ناويين نروح على هيك مطعم ظريف، بس هذا المطعم كان بس بيفتح وقت الدينر، يعني الدينر. وأنا نبهته لزوجي قلت له هذا المطعم دينر. قال لي شو قصدك؟ قلت له يعني أنا بتذكر إنه مو أول مرة بنروح عليه، إنه بيفتح يمكن الساعة 5. قال لي لا تقولي يا. قلت له لا والله قلتها ومش الحال. المهم يعني أنا عم مهد مشان هلأ بس لتروحوا مشان ما تنصدموا، يعني أنا عم مهد عم لكم شو صار. فأنا يوميتها يعني كنا قبل بيوم الحفلة وكذا فايقين تاني يوم، ويعني الواحد بيكون فايق جوعان عم يفعي كل الليل وهالقصص. بدنا ناكل، فقلت له لا ما حناكل، أنا بس شربت القهوة بحليب تبعي، وهو هيك أخذ فطور بسيط. وبعدين رحنا على هالمطعم، وشوفي بتطير العقل. أنا لسه هلأ عم بتفتل بالأوتيل، عم ورجيكم هون غرفة الجيم، بس هلأ لأنه شوي تاني حصور لكم بالمطعم وحتشوفوا شغلات كتير حلوة. المهم هو هذا الأوتيل ما فيه مسبح، بس فيه جيم وفيه هذا التراس اللي شفتوه، وفيه ما بعرف يعني يمكن هذا الشيء المميز اللي أنا شفته فيه. المهم يعني اللي حابب يجي يقضي إجازة في أوتيلات كتير مرتبة وحلوة عنا هون بالبلد، هذا يعني واحد منها. أنا طبعاً لا لعبت رياضة ولا ساويت شيء إذا سألتوني، فهذا الأكل اللي عم قلكن عليه يعني هون ببطل الحكي، ببطل الواحد يطلع معه ولا كلمة، بس بيتفرج وبيأكل. حقلكن على شغلة، شايفين هذا المطعم كلياته بوفيه كبير كله مقبلات، للصراحة كلياتها طيبة. يعني يلي بيعرفوا لهذا المطعم يعني عن جد كله مرتب وكله طيب. أنا بطبعي بحب المقبلات، فحطيت يوميتا مشان ما بدي أقوم وأقعد، خلص أنا يعني وقت الأكل وقت الجد حطيت صحنين كبار الله مولاهم مقبلات، وقعدت هديك القعدة ونازلة سلخ، ما خليت أكل ما أكلت منها. بعد منها يعني هن المفروض الواحد بياكل شوية مقبلات، لأنه هاد بيمرقوا عليكم وهن ماسكين سياخ اللحم، بيقطعوا لكم اللحم وانتم بتاكلوا على كيفكم. بس أنا مثل ما قلت لكم يعني أنا بحب المقبلات، يعني أنا بنبسط عليها. بس أكلت، مو تفكروا ما أكلت لحم، لا كله أكلت منه. هدول الأكلات صراحة بس حطيت من الألفريدو، كانت بالفعل يعني طيبة. وكمان عندهم تشيز بهاي الألفريدو كتير طعمتها طيبة. وحطيت من هدول المدورين، هدول التشيز بريد. المهم هذا المطعم شلون بحطوا لكم هيك شغلة خشبة من فوق لونها خضراء ومن تحت لونها حمراء. وقت اللي انتو بدكم تبلشوا تاكلوا هلأ ليكوا هيك بيجوا لعنكم بيقسموا لكم قطعة الستيك وبيعطوكم هذا الملقط، وبضلوا رايحين جايين وهن عم يوزعوا لكم هالأكل. بس هن ملاعين، يعني لنبهكم لشغلة شو بيعملوا، بيجيبوا لكم مثلا التشيكن، بغيبوا 10 دقايق بيجيبوا لكم قال يعني خبز هو طيب مشوي، أرد بغيبوا 10 دقايق. شو الهدف؟ الهدف إنه أنتوا وقت تاكلوا، وقت اللي بصير فترة بالأكل هون عم يحتفلوا بأعياد الميلاد، فهي طريقتهم عن طريقة البرازيلية كيف بيحتفلوا. بيجوا طاقم المطعم كلياته بيجوا بيغنوا لكل واحد بعيد ميلاده. المهم نرجع لحديثنا.
فأنا بس ما خلصت هالمقبلات وهيك يعني ارتحت نفسيا شوي. صار بقى دور اللحم. قام اجا الجرسون قال لي بدك شيء؟ قلت له ايه حبيبي بدي اللحم. وين اللحم؟ انا مالي شايفه شيء. قال اوكي. وبلشوا بقى شو بدي، صاروا يجيبوا لي اللحمه اللي بدي اياه. قام قال لي جوزي، قال لي ليكي يعني الواحد والله لازم يسمع كلمه مرته، لانه كمان مرته بتكون على حق. الحمد لله حكى كلمه ظريفه بحقي، ولو انه كل شيء بقوله انا على حق. المهم كمان حبينا هيك بعد ما أكلنا طبعا رحنا على البيت، غيرنا مو على البيت رحنا على الأوتيل. غيرت أنا أواعي، لبست أواعي أخف شوي، لبست كعب واطي شوي، وطلعنا هيك مشان نهضم، لأنه أكلنا أكل حسيت بطني يعني حموت من كتر ما أكلت فكان الطقس حلو، بس صراحة برد 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 كان. نحن هون معودين لأنه على طول منفوت من مكان لمكان، فمو معودي كتير إنه نمشي برا. بس للصراحة يعني هيك الطقس كان كتير منعش وحلو ورفرشينج، يعني كانت التمشاية يعني بتاخد العقل، بترد الروح. المهم يعني نحن هيك حبينا نقضي سهرات الراس السنة، يعني هي إجازة راس السنة، قضينا كذا يوم، بس أنا حبيت إني جمع لكم ياهون كلياتهم بهيك فيديو قصير، وبضل هيك ذكرى حلوة لإلي وللناس اللي بتحبني، ويعني ممكن أنا أعطي أفكار للناس، ممكن هيك أعرفهم على مناطق جديدة، يعني ما بيكون بس نحن غايتنا إنه يكون هذا اللهم صل على النبي، يعني إنه نحن بس نطبخ وهالقصص، يعني الواحد بحب هيك يشارك أصدقائه والناس اللي بحبوه اللحظات الحلوة. للصراحة أنا شو متمنية أركب بهدول السكوترز، بس شو بيقول لي ابن عمي؟ بيقول لي والله مو ناقصك تعدي توقعي تنكسر رقبتك. طلعت قلت له والله معك حق، ما بدي تنكسر رقبتي، بس والله حابة أركب فيهم. هو هذا الفيديو هلأ أنا هون صورت لكم إياه، يعني كان بالليل مأخر شوي، بس كتير حلو. وهلأ بعد شوي كمان حنفوت لمكان حلو وورجيكم هيك مقتطفات. وهون فتنا هيك لمكان ظريف، كان في فرقة جاز عم بتغني، وأنا من كتر ما خبرتكم على قد ما أكلت يعني ما عاد أقدر، فطلبت شاي، فهلأ بقعد بتغزل بكاسة الشاي وبستمتع بهالفرقة الحلوة. وهون كنا خلصنا إجازتنا وطالعين من الأوتيل، وهيك حبيت أختم الفيديو تبعي بلقطات حلوة من داون تاون دنفر، أجمل مدن أمريكا، البلد اللي أنا قاعدة فيها. مدينة حلوة وظريفة وناسها حلوين وظراف مثلي طبعا. يعني حسيت حالي علقت كتير. خليكم هيك خدوا نظرة وتفرجوا على هالبلد، وإن شاء الله يكون هالفيديو هيك خفيف ونظيف وعجبكم، وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة. انتظروني عملت لكم مفاجأة كتير حلوة، انتظروني على خير. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب،
وتذكروا إنه أنا قمر بحبكن كتير وبشوفكن على خير. يلا باي باي، إلى اللقاء.